النهارده هعمل معاكي الممبار من اول التنظيف لحد التسويه في البيت. طبعا لو جوزك اهلك ما بيحبوش الاكله دي، اقسم بالله بعد الطريقه دي هيعشقوها حرفيا. انا واحده من الناس جوزي ما كانش يدخل الحاجه دي في البيت طول ما كان عند اهله. قبل ما يتجوزني مستحيل لما يعملوا الحاجه دي ياكلها. بعد طبعا ما انا بقيت اعملها له بالطريقه دي تنظيف الكرشه، انا ما بجيبش حاجه دي متنضفه نهائي، لان انا طول عمري متربيه في بيت اهلي ان احنا بنذبح وننضف الحاجه دي في البيت. هقولك على الطريقة المظبوطة عشان تنضفي الممبار وتسويه، وطبعا تاكلي احلى سمين في البيت من غير طبعا ما تجيبيه جاهز من بره. وطريقة سهلة، مش هي صعبة ولا اي حاجة، حاجة كده تفتح النفس. اول حاجة هتعمليها هتروحي للجزار تكوني واثقة منه، يكون لسه دابح النهارده والحاجه طازه وتكون عارفه ان هو لسه دابح. تروحي جايبه الممبار كده وتشطفيه كويس جدا، وانت تشتري الممبار قولوا صفي الميه منه عشان ما يوزنش كتير. تمام، هتغسلته كويس جدا من بره. وطبعا بعد كده هجيب السكينه، مش سكينه سوري، هتجيبي معلقه او شوكه، ظهر المعلقه او ظهر الشوكه، وتروحي قلبه الممباره بالطريقه دي. هتقولي هقلب بالميه، هقلب مش عارفه، دي اسهل طريقه لقلب الممبار معاك. هتشدي كده وبيتقلب في منتهى السهولة. هعمل معاكم طبعا واحدة كمان عشان تكون الطريقة واحدة واضحة. هتجيبي الممبار طبعا بيبقى كبير كده، بتقطعي حتة على قد ما المعلقة تاخد، وتسيبي حتة كده وتروحي زقة الشوكة، وتروحي من الناحية التانية تسحبيها بنفس الطريقة اللي انتي بتشوفيها في الفيديو. تمام، هنسيب طرف حتة ونزقها بالشوكة، ونروح طبعا طالعة من الناحية التانية هيروح مقلوب معاكي الممبار. هتفضلي طبعا لو عندك 5 كيلو 6 كيلو هتخلصيهم والله العظيم، مش هياخد معاكي وقت خالص. طبعا انا برضو مش مسرعة الفيديو قوي لان انا كنت عايزة اوضح لكم الطريقة. ما خدش معايا وقت خالص الممبار. بعد كده انا قلبته. هتجيب هنا طبعا الجلانشة، وطبعا وبالسكينة بتاعتك كده ناحية، يعني انت بتسحبي، هي سحبة واحدة، انا برجعش تاني، بحك مرة واحدة على الممبرايه ما برجعش تاني. طبعا كل الحاجات دي اللي بتخلي الممبار حاجه لا تطاق بتطلع معاكي. هتقولي ده انا بقلبه بالجلده بتاعت الانبوبه ومش عارفه الحاجات دي، الجلده مش بتعدي في الممبار التخين عشان الدهون، وهتتعبك جدا. دي اسهل طريقه عشان تنضفي بيها الحاجات المزفلطه والحاجات الوحشه دي في الممبار، ومش بتاخد معاكي وقت. طول ما انت حاطه على الجلانشه بتسحبي الممباره كده وبالسكين على طول الناحيه دي والناحيه دي. والله انا ما رجعت عليه تاني. انا مش بحلف بالفيديوهات كتير، بس انا واثقه من الكلام اللي انا بقوله. مره من الناحيه دي وهرجع طبعا الناحيه التانية اهو. مش بتفضل اي حته يعني اي حته من الزفرطه والكلام دوت في الممبار، بيبقى معاكي قشطه قشطه قشطه. تمام، هتخلصي الطريقه دي. انا برجعش عليه ناحيه كده وناحيه كده، انا مش بسيب حته قدام. كل الزفلطه طبعا بتروح معاكي، ما بتبقاش اي حاجه في الممبرايه. تمام، هتخلصي طبعا كل الممبار بالطريقه دي، وتغسلي طبعا حواليك. انا شطفته بس انا لسه ما عملتش فيه اي حاجه، انا شلت الزفلطه وصفيته طبعا من الحاجات اللي هي، وحاولت يعني حوالين الحوض كده. تمام، اول حاجه هتعمليها بقى شويه دقيق كده حلوين، وتدعكي الممبار دعكه حلو. حاجه ما تحطهاش على الممبار خالص، الخل دوت بيخليه كش يا جماعه. تمام، وتعصري طبعا الليمون كده، حبه ليمون حلوين، ما ليمونتين 3 زي ما عندك اديله ليمون، وطبعا حبه الملح بتاعتك. وتسيبيه قبل، طبعا انت عايزه تفرزيه عايزه تسويه، هتسيبيه ساعتين في الخلطه دي، ما تحطيش اي حاجه. تمام، انا هسيبه كده وهقول لكم برضو هعمل فيه ايه. طبعا تمام، انا بعد ما عصرت ليمون وسبته جنبي، رحت ايه بقى عشان اعمل الكرشه برضو اهي. احلى حته كرشه تجيبيها الحته اللي بيبقى فيها حته اللحم دي يا جماعه. تمام، دي بتبقى ملحمه ملحمه. هتخلي الميه تغلي غلوه واحده يا جماعه، وتحط الكرشه مره ومره وهي سخنه مولعه نار. هقولك طبعا لان انت لو سبتيها تبرد الحاجات اللي فيها دي بتروح. بصوا، بايدي بتمشي. طبعا انا ايدي مش مستحملاها، بعمل بالسكينه. لو سبتها بتبرد الحاجات السودا دي بتلزق فيها وهتغلبك، ولو الميه بارده برضه هتغلبك. سيبي الميه تغلي وتسقطه كده وتسقطه كده، وطبعا تشيلي كل السواد اللي فيها، مش هياخد معاكي برضه وقت خالص. وانا لوحدي من غير ما اي حد يعمل معايا يا جماعه، انا بعمل حاجه العجل كلها اللهم بارك من غير ما حد يمسك معايا. خلاص كده خلصت وشطفت. هتيجي بقى تقطعيه القطع اللي انت عايزاها واللي انت حباها، قطعة كبيرة قطعة صغيرة زي ما تحبي.
تمام. هنضف بقى كده، شايفين طبعا الجمال يا جماعة، حاجة كده تفتح النفس. وبرضو الكرشة هننقعها النقعة الجميلة، عشان طبعا ميبقاش فيها اي ريحة زفارة، اي ريحة. طبعا الريحة انتوا عارفين ريحة الحاجات دي بتبقى وحشة جدا. تمام. غسلتها، شايفين ليمون بقى، حبة ليمون. الدقيق ده جميل، عندك لو عندك جنزبيل حطي جنزبيل برضو، خلي الحاجات دي جميلة وريحتها جميلة كده، وما تشمش اي ريحة زفارة ولا اي حاجة. هدعك بقى واسيبه خالص برضو ساعتين كده. هنا بعد ما انا خلصت الممبار طبعا نضف، بص انا بسحب بايدي اي حاجه، اي حاجه زفرتها لو بقى حته صغيره هتطلع من الليمون والدقيق، وبايدك كده بتسحبي هيبقى شمعة منوره. تمام. خلاص كده انا هشطف كويس. هتيجي بقى هنا تعبيه في الميه يا جماعه. انا هحطه في الفريزر، فانا لازم وانت بتحطي في الفريزر ما تصفوش في الميه، تعبيه ميه كده عشان ما يكشش معاكي بعد ما يدخل الفريزر. تمام. خلاص كده، وشايفين الجمال، حاجه كده تفتح النفس. لكن الكرشه هتصفيها طبعا من ميه تصفيه خالص، وتحطيها طبعا برضو في كيس التلاجة، وتحطيها وقت ما تطلعي بقى تصفي، يا دوب تفكيها وتحشي الممبار، وطبعا تسلق الكرشه كده المنتهى. يعني في الاعياد ولا اي حاجه هتخلصي وتحطي على طول. خلاص انا عبيت الكرشه في كيس التلاجة، وطبعا لان انا دول انا هاخدهم ورا عند حماتي عشان اعملهم. بس مش هعملهم كنت في نفس اليوم، فهنا بالميه بتاعه الممبار عشان ما يكشش. انت لو هتذبحي ولا اي حاجه وهتحطي طبعا في الفريزر بميته يا جماعه، عشان الممبار يفضل كامل وتعرفي تحشيه وما يكشش معاكي. وما تحطيش خل نهائي، الخل بيخلي الممبار يكش. خلاص كده برضو انا هربطه واحطه طبعا في التلاجة لحد ما هروح اسويهم. خلاص كده هروح يعني هنا رحت عند حماتي. طبعا انا عملت الخلطة، خلطة الممبار عملتها معاكم 100 ألف مرة، اللي هي انا بعملها بنفس تسبيكة المحشي، بس بزود الشطة لان الممبار كل ما يبقى مشطشط بيبقى حلو. زودي الخضرة بقى وزودي توابلك كده عشان الحاجة تبقى جميلة. طبعا هنا حماتي كانت بتحشي، انا وريتكم برضو طريقة حشو الممبار قبل كده. وبعد ما تحشيه ما تملوش للاخر، وتسيبي الطرف من الناحيه دي والناحيه دي فاضي، عشان لما تحطي تسلقيه ما يفكش معاكي الرز. خلاص كده هحشي طبعا كله مع حماتي، انا بس كنت بصور. وتيجي هنا وانت بتسلقي بعد ما الميه تغلي نهائي، ما تنزليش الممبار قبل ما الميه تغلي، وتسقطي تمسكي الطرف ده والطرف ده عشان يدي معاكي الرولة اللي احنا بنشوفها. واحط له طبعا الكمون والفلفل والحاجات اللي انا بحطها في الممبار، وبتسلقيه تعاملي معاه معامله الشوربه. تمام. هنا انا دبلت بصله. طبعا الكرشه استوت، وكنت جايبين لحمه راس يا جماعه، وبتغسلي لحمه الراس برضو بدقيق وليمون وطبعا وتشطفيها كويس وبسلقهم مع بعض. طبعا انا الحته دي بس ما صورتهاش لان انا كنت عند حماتي وكنت مستعجله. وهتشيلي طبعا الحته اللي فيها اللسان، بتشيلي اللسان. وهنا بعد ما البصله دبلت هتحطي طبعا هنا السمين بتاعك، لو عندك كبده، طحال، فشة، اي حاجة حمريها كلها. كل ما تعملي طبعا حاجات كتير كل ما هيبقى حلو. وانا شلت شوية طبعا لان انا هنا هعملهم طاجن برضو لحمة راس وكرشة، وزودت عليهم شوية مية. طبعا انا التسبيكة مفرزاها، وطلع التسبيكة بستعملها في كل حاجة. وشوية فلفل اخضر كده، وشوية شطة، وشوية كمون، وشوية فلفل اسود، وهظبط الملح، ونص مرقة دجاج. وطبعا تحطيها في الفرن. دي طريقة الطاجن الكرشة ولحمة الراس. تمام. وبعد كده هرجع للسمين، احط هنا طماطمايه واحده يا جماعه متقطعه، وهخليه برضو يتحمر. وهنا فلفل حامي وفلفل اخضر. وطبعا تقلبي شويه كده لحد ما ينزل السمنه بتاعته، ويتحمر معاكي كده. بصوا بصوا حاجه كده جميله، والله العظيم انا بعشق الاكله دي. طبعا هنا الممبار، هعرف الممبار استوى ازاي. بصوا ولا حته رز هتلاقيها في الشوربه بتاعتك، بالشوكه كده تضغطي ضغطه اول ما تدخل بسهوله يكون المحشي الممبار سوري استوى. حتى لو انتي برضو مش عارفه الطريقه دي واحده، الرز لو استوى والجلد من بره شادد مش مشكله، لان انت لما بتحمريه بيقرمش من بره وبيتقطع. يعني ما تقوليش ان الجلد شادد ان هو مش مستوي، لا. شويه زيت كده وتحمري الناحيه دي والناحيه دي ويبقى معاكي جميل كده. وشويه طبعا كزبره ولا شويه خضره كده وترش عشان يفتح النفس. وهنا كده خلصت، وهروح طبعا انا بعمل لهم سندوتشات. انا كده عند حماتي وكله قعد، وبتعملي طبعا السندوتشات اللي انتي بشويه طحينه كده، حاجه في منتهى الجمال. وبكده وصلت معاكم لاخر الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، حطوا لايك واشتركوا لي في كل